بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحبتي في الله، حلقة اليوم تستحق منا الاستماع والإنصات جيدا بهدوء والتفكر في كلام هذه الحلقة. وفي هذه الحلقة سوف يتضح أن القرآن الكريم سبق لاكتشاف الطب الحديث، حيث تبين أن مركز الإدراك هو القلب وليس العقل أو الذاكرة. العقل والذاكرة، هل هناك فرق بينهما؟ وأين يوجد كل منهما؟ أحبتي في الله، إذا أصيب شخص في رأسه إصابة عنيفة في حادث سيفقد ذاكرته بالتأكيد، لكن عندما تتحدث معه ستكتشف أنه يتمتع بكامل قواه العقلية، لكن لا تسأله عن الماضي لأنه بدون ذاكرة. فإذا كانت الذاكرة في الرأس المخ، أين العقل؟ هذا ما سنعرفه في هذا المقال العجيب للدكتورة يسرية الطويل، أستاذ علم الأعصاب، والمقال بعنوان القلب والعقل والدماغ. فالقلب ليس مضخة للدم فقط كما نعلم جميعا، وكما اكتشف الأطباء سابقا. وسبق القرآن الكريم العلم الحديث في علم القلب، فالعلماء اليوم يتحدثون جديا عن دماغ موجود في القلب يتألف من 40,000 خلية عصبية، أي أن ما نسميه العقل موجود في مركز القلب، وهو الذي يقوم بتوجيه الدماغ لأداء مهامه. ولذلك فإن الله تعالى جعل القلب وسيلة نعقل بها، والدليل على ذلك قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها. ومن هذا يتضح أن القرآن حدد لنا مراكز الإدراك لدى الإنسان، وهو القلب، وهو ما اكتشفه العلماء اليوم. وقال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فقد حدد لنا القرآن الكريم صفة من صفات القلب، وهي القسوة واللين. ولذلك قال عن الكافرين: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ثم قال في المقابل عن المؤمنين: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. كل خلية من خلايا القلب تعتبر مخزنا للمعلومات والأحداث، ولذلك بدأوا يتحدثون عن ذاكرة القلب. والله عز وجل أكد لنا أن كل شيء موجود في القلب، وأن الله يختبر ما في قلوبنا. يقول الله تعالى:
وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. أحبتي في الله، إذا حدث خلل في نظام عمل القلب يؤدي إلى فقدان السمع، وأخبر الله عز وجل بذلك. قال الله تعالى: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فللقلب دور مهم في العلم والتعلم، لأن القلب يؤثر على خلايا الدماغ ويوجهها، ولذلك فإن القرآن الكريم ربط بين القلب والعلم. قال الله تعالى: وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. فالإيمان بالقلب، ومن هنا يؤكد بعض الباحثين على أهمية القلب في الإيمان والعقيدة، ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فصاحب القلب الصناعي لا يخاف ولا يتأثر ولا يهتم بشيء من أمور المستقبل، وهذا ما سبق به القرآن عندما أكد على أن القلوب هي التي تخاف وتوجل. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكذلك جعل الله عز وجل مكان الخوف والرعب هو القلب، فقال سبحانه وتعالى: وقذف في قلوبهم الرعب. وأفضل علاج للقلب صوت القرآن، ولذلك قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان، وندعوه دائما بدعاء قرآني عظيم، قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فكلمة العقل لم تذكر في القرآن ولا مرة واحدة، فالذي يفقه ويعقل القلب. قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.